أسعار الحديد اليوم الأحد 23 إبريل 2023 في مصر. من فضلكم ادعمونا بلايك للفيديو واشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أسعار وأخبار الحديد باستمرار. وإليكم في التقرير التالي أحوال سوق الحديد في مصر. نظرا لأن غالبية تجار الحديد في مصر يتوقعون انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، خاصة بعد أن أصبح سعره في العقود الآجلة أو المستقبلية 44 جنيه و40 قرشا، فغالبية تجار الحديد اعتبروا أن الحديد أصبح مخزن للقيمة وأداة للتحوط ضد التضخم، فأصبح الحديد مثل الذهب تماما في وقت الأزمات، فقاموا بتحويل أموالهم التي بالجنيه المصري إلى حديد، بالرغم من قلة الطلب على الحديد من جانب المستهلك نظرا لارتفاع أسعار الحديد إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة. كما يتوقع كثيرين من التجار حدوث تعويم جديد خلال الأيام القادمة، لذا نتوقع عدم انخفاض أسعار الحديد في مصر، بالرغم من أن الأسعار العالمية في كل من الصين وتركيا تواصل الانخفاض. وفيما يلي أسعار الحديد في مصر للمستهلك شامل الضريبة ونلون النقل: حديد عز 41 ألف جنيه للطن، حديد بشاي 40,500 جنيه للطن، حديد السويس للصلب 40,500 جنيه للطن، حديد المصريين 40,500 جنيه للطن، حديد المراكبي 40,000 جنيه للطن، حديد الجرحي 40,000 جنيه للطن، الحديد الاستثماري 39,500 جنيه للطن. من فضلكم ادعمونا بلايك الفيديو واشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.